صديقاتي واصدقائي، كنت عايز اخد اجازه بس الاجازه طولت وقلبت بحاله صحيه سيئه، فبعتذر اني بقالي تقريبا شهرين ما نشرتش حاجه، وهنرجع ابتداء من الاسبوع ده ان شاء الله ونكمل اللي كنا ابتديناه اللي هو الجيمنج لابتوب. النهارده جايب جيمنج لابتوب مختلف شويه، ده الالين وير M15 R4، وهقول لكم ليه اخترت الين وير وليه اخترت M15 R4. زي ما انتم شايفين الالين وير مش لابتوب تخين قوي، يعني رفيع، بس هو مشكلته انه 15 بوصه لغايه هنا كده، فانت عندك كمان بوصه عريضه عشان التبريد، وهو الالين وير كده. وعلى فكره كمان لو تفتكروا اللينوفو كان كده. ده الجيل العاشر 870 اللي هو 6 ثريد مش ال 8 ثريد، فده تبريده احسن شويه. وزنه مش تقيل، ك 15.6 بوصه، ب 10870 على 16 جيجا رام، تقدر تكبره ل 64، وعليه مكانين ل NVMe. هو بيجي ب 512 وانا اشتريت له 1 تيرا بايت عشان يشيل الجيمز والحاجات اللطيفه. ده الهارد اللي انا بسميه الهارد كور او الكور جيمنج ماشين بتاعتي، لانها 3070، وفي نفس الوقت لو سافرت ولا حاجه اقدر اسافر بيها، وما كانش بيخش في كل شنط 15 وشنط صغيره، فمحتاج شنطه كبيره شويه، بس انا عندي شنطه تشيله يعني. فتمام. طيب ميزاته ايه وعيوبه ايه؟ شاشته كويسه، بروسيسور كويس قوي، ده 3070، فانت بتتكلم على 8 جيجا رام على الشاشه. اللعب بقى زي اللي انا لعبتهم عليه في الفتره اللي فاتت، كنت بلعب عليه جاد اوف وور الترا، مفيش مشاكل خالص. سايبر بانك الترا مفيش مشاكل خالص. اوريجينز مفيش مشاكل خالص. فالهالا، اساسن كريد مفيش مشاكل خالص. ما لعبتش لسه توم بريدر، بس مش متوقع مشاكل. سايبر بانك ما لعبتهاش عليه، كنت بلعبها على واحد تاني هنعمل عنه ريفيو قريب اللي هو 3050، فمفيش مشكله. فريم ريتس، انت بتاخد فريم ريت 60 ل 80. الحاجات بقى زي سي اس جو، فورتنايت، الكلام ده انت بتتكلم في فريمز كتير قوي قوي قوي، فمفيش مشاكل. ابيكس لاجنز، كول اوف ديوتي، وورزون 2، الكلام ده كله بتاخد فريمز كويسه قوي. هنا جهاز ده تبريده كويس، بس في مشكله بسيطه، انه المراوح صوتها بيعلى شويه، وبالذات لان انت هنا مع السوفت وير بتاع الين وير، فانت تقدر تخلي المراوح عندك اكتر من بروفايل. على الهاي بيرفورمانس لا مراوح، فانت محتاج تبقى سماعاتك بقى. ليه؟ لانه كمان الايسوس الالين وير برغم انه دل، وده المعروف ان هي بتعمل سماعات كويسه، لكن الالين وير كلهم سماعاتهم يعني من الاغلى للارخص، يعني ابتداء من الاكس 15 الاكس 17 حتى لغايه الام والام من زمان دايما، يعني ما تفهمش ليه الفكره دي مشكله عند الين وير، مشكله السماعات، وتلاقي اللابتوب دافع فيه دم قلبك وصوته ضعيف. فده عيب. العيب الثاني انه الار 4 ما فيهوش كارتين شاشه او ما فيهوش اوبتيمس، هو في كارت شاشه واحد بس اللي هو 3070. فهنا انت بتتكلم على عمر بطاريه، يعني لو وصل 2.5 ساعة يبقى كتر خير الدنيا. فده مش جهاز اللي تجيبه عشان تلعب عليه جيمز وتوفر بطاريه، لا مش ده هيحصل. غير كده برفورمانس كويس جدا جدا، وزنه معقول، تبريده هايل. وهنا استغربت حاجه كانت غريبه قوي، برغم ان هو 15.6 ايه ده؟ يعني صغيره قوي كباد، كتاتش باد. الكيبورد بقى اللي كانت بالنسبه لي كانت خضه كبيره، لانها كانت ممتعه فعلا. كيبورد دل، يعني كيبورد بتاع بروفيشنال رايتنج وبتاع، وده صعب قوي انك تلاقيه في لابتوب جيمنج، انك تلاقي كيبورد كويسه. بس الكيبورد هنا كانت كويسه جدا 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 جدا. ايه تاني سعره معقول، ك 3070، ابديتس وبتاع، يعني لطيف جدا جدا جدا. اداؤه انا بحبه، اداؤه جميل يعني.
وطبعا ده لابتوب معلن جيمنج معلن بقى، الالوان الار جي بيز بتاعتك سواء في الكيبورد او بره او حتى علامه الين وير، مش هادي كده زي اللينوفو بتاع المره اللي فاتت، لا ده جيمنج ولا حصريه. فلو عايز لو هتشتريه يبقى انت بتشتري جهاز خلي بالك بس ان بطاريته ضعيفه شويه والصوت عنده ضعيف شويه، لكن غير كده لا والباور سبلاي بتاعه حلو 240 واط، لان ده كان السبب انه ده 3070 بيدي 140 واط للكارت الشاشه وتقريبا 90 واط للبروسيسور، فانت بتتكلم على 230 واط 240 واط باور بريك طوبه حلو كده، مش خفيف ومش لطيف ومش لذيذ، بس يعني كل واحد بقى بيدور على طريقه. فده كان الالين وير M15R4. اتمنى اكون قلت حاجه مفيده، لو قلت حاجه مفيده لو عجبكم الكلام ما تنسوش تشتركوا ولايك وكومنت، طبعا لو عندكم تعليقات او اسئله قولوا لنا واحنا نسعد. شكرا جدا، اشوفكم على خير المره الجايه.